اخواننا في الاعلام الرياضي والناس اللي على السوشيال ميديا اللي مستسهلين مباراة الاهلي وسيراميكا. بص بقى، اسمع من ابو علي وخد الخلاصة. مباراة سيراميكا هي الاصعب في البطولة للنادي الاهلي، وهي هتكون من المباريات الاصعب على مدار الموسم للنادي الاهلي. تقول لي يا عم، اقول لك مباراة لعيبة سيراميكا عندهم الدوافع والحوافز والخبرات وكل حاجة بيمتلكوها على أرضية الملعب حرفيا. لعيبه من طراز عالي، لعيبه كواليتي عالي، لعيبه كلها عندها تجربه وعندها خبرات مميزه جدا. فرقه سيراميكا فرقه ممتازه ممتازه ممتازه، وانا بشوفها هتكون من اصعب المباريات في الموسم على النادي الاهلي. لعيبه ومدرب عندهم شكل، عندهم تكتيك، عندهم طريقه، عندهم دوافع، عندهم شراسه على ارضيه الملعب، شراسه على ارضيه الملعب. لعيبه لك ان تتخيل فضلت مغلوبه لحد الدقيقه 90 المباراه اللي فاتت امام بتروجيت، وقدرت ان هي تفضل ضغطه ويفضل عندها الدوافع والحماس ان هي هتكسب المباراه وهتتصدر الدوري. وفعلا قدرت تسجل هدفين في الوقت الضايع وتكسب المباراه وتتصدر الدوري على الاهلي والزمالك وبيراميدز، الناس اللي واخدين الشو الاعلامي. مباراة صعبة على مدرب الأهلي، مباراة صعبة على لعيبة الأهلي. جمهور الأهلي ولاعيبة الأهلي ومدرب الأهلي لازم يكونوا عارفين صعوبة المباراة دي وعاملين حساب لسيراميكا أكتر من أي حد تاني، لأن سيراميكا فريق متكامل فنيا متكامل بدنيا، عنده الخبرات الكبيرة، مدرب عنده طريقة، عنده شكل، عنده تكتيك. أتمنى فوز الأهلي، ولكن هيكون فوز صعب جدا جدا جدا.